اولا نبدأ بتعريف كل واحد فيهم. واحد، السيولة او الليكويديتي، ودي تعني قدرة الشركة على انها تسدد التزاماتها المالية قصيرة الاجل زي دفع الرواتب، الايجارات، وسداد الديون قصيرة الاجل. والليكويديتي دي بتقاس بمدى توافر النقد او الفلوس او الاصول القابلة للتحويل السريع لنقد او فلوس، وده طبعا بدون خسائر كبيرة. طب مثال على الليكويديتي، لو انت شركة وعندك في الحساب البنكي بتاعك 100,000 جنيه، هنا انت بتمتلك سيولة جيدة لدفع الفواتير والمرتبات بتاعت العاملين مثلا، وهنا بنقول انك عندك سيولة ب 100,000 جنيه. طب التعريف الثاني وهو الارباح او البروفيتابيلتي، ودي بقى بتعبر عن قدرة الشركة على تحقيق أرباح من عملياتها التشغيلية، يعني الفرق بين الإيرادات والمصروفات، يعني اللي بتحصله إيه واللي بتنفقه إيه، وده الفرق ما بينهم. فإذا كانت الإيرادات أكبر من المصروفات ده معناه إن الشركة دي بتحقق أرباح، اما اذا كانت المصروفات اكبر من الايرادات فمعنى كده ان الشركه دي بتحقق خسائر. مثال على البروفيتابيلتي، انت عندك شركه وبتحقق 500,000 جنيه مبيعات شهريه، نفقاتك الشهريه او مصروفاتك الشهريه تقريبا 400,000 جنيه، فكده ربحك هو ال 100,000 جنيه وهو الفرق ما بين ايراداتك ومصروفاتك.